القرية ولا كل القرايبين والناس اللي يخصوهم يعني. الحدث صار، قضاء الله وقدره صار، مش الحال. نحن هلا جايين مشان ايش؟ مشان نصالح الجماعة هذول مع بعض. أهم شيء بهالموضوع إنه تصفى القلوب. يعني موضوع المواضيع الثانية الثانوية هاي ما راح نختلف فيها أكيد. ليش؟ لأنه الأخوة بس تصافت، بس رجع الدم لمجرى، هذاك الوقت الأمور الثانوية كلها تصير فاضية، يعني أمور فاضية نتفق عليها. يعني هلا موضوع مثلا عم نتناقش على مواضيع مو ذات أهمية. الإنسان قيمة الإنسان بإنسانيته، مو قيمته بحقه أو بثمنه أو بما بعرف المواضيع هاي. فنحن من أول ثورة روجافا لليوم نحن حطينا آلاف الشهداء، حطينا آلاف الشباب، حطينا آلاف الشباب من خيرة شبابنا. ما يعني كمان هالشباب هذا كمان نعتبره من هالشباب هاي اللي راحت في هالقضية هاي. فمشان هيك نحن مثل ما يقولوا الدم ما يصير مي، بحياته دم. يعني الموضوع صار له 15 16 سنة، بالأخير أي موضوع كان، أي خلاف كان، بالأخير نهايته بده يكون الصلح. يعني نحن جايين اليوم مشان نصالح الجماعة، نصالح، نرجع الأخوة مثل ما كانت أول أخوة. لما الإنسان يضرب إنسان أو إنسان يصير عليه أذى يقول أخ. الأخ إيش هي؟ الأخ يعني ما حد يشيلك بمحنتك غير أخوك، مهما كان خلاف بيناتكم، مهما كان خلاف كبير. فنحن جايين هلا مشان نصفي قلوب هالجماعة هذول، نخليهم يرجعوا مرة ثانية أخوة أحباب، أولادهم يكبروا مع بعض، تصفى القلوب بيناتهم. يجوز يعني أول كم يوم، أول فترة يجوز تكون لسه القلوب بعيدة عن بعضها، بس مع الزمن أنا متأكد يعني مهما كانت بدها تصفى قلوبهم وبدهم يرجعوا أخوة. يعني هذا موضوع أكيد 100%. هلا بهالوقت هذا إذا واحد منهم تعرض لأي أذية أنا متأكد 100% أخوه راح يوقف بجنبه، راح يوقف بظهره، راح يوقف معاه، ما راح يخلي حدا يأذيه. فنحن هذا الموضوع الأساس اللي جينا مشانه. طبعا ورفاقنا اللي قاموا بهالعملية المصالحة، قوات الحماية الجوهرية وباسم كل الجامعة، نهني حالنا أنه اليوم قدرنا عائلتين صار لهم هم أخوة، صار لهم 10 سنوات، واحد نايم في الغزال واحد نايم هيك، إن قدرنا اليوم نجيبهم. وإن شاء الله يوم من الأيام أني وابن الشام، أني وابن درعا، أني وابن لاذقية زاد نقعد هالقعدة هاي ويكفي. البلد بلدنا، إذا احنا ما حميناه ما حد يحمي. أخوك إذا أنت ما حميته يا محمود ما حدا يحمي، لا تفكر. وباسم ثاني مرة زاد أقول باسم مجلس التمر، باسم اللي شاركوا قوات الحماية الجوهرية، نشكر ونشكر الشيخ ونشكر كل الشيوخ اللي اجوا على عملية المصالحة. وأقول على نية المصالحة الفاتحة، على نية المصالحة بين الأخين.